هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. منذ الهليل منذ الهليل منذ الهليل منذ الهليل يوم ديبا بحضر ويوم ديبا مؤتمر، يوم ديبا محضر ويوم ديبا مؤتمر، هالليوت وسعينا الحاجة ونسحل، هالليوت بدينا هلينا ونسفلل. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات صوت المنتدى، وطيب الله كل أوقاتكم. يسعدني أنا صلاح محمد زين والأساتذة الزملاء أحمد القيسي ويوسف بوليسي ومحمد علي موسى، يسعدنا أن نجدد اللقاء بكم عبر ساعة هذا اليوم الأربعاء 12 من نوفمبر، ونستهله بهذه الأغنية الدرامية للشهيد القائد إبراهيم عافا، والتي عرضت للمرة الأولى والأخيرة على مسرح المؤتمر الثالث للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في بدايات العام 1994 بمدينة نقفة. ثم نتوقف بعدها مع الأستاذ القيسي في إحدى محطاته تحت عنوان مشاهد إريتريا. يليها قراءة الأستاذ بوليسي للحراك الشبابي ورؤيته عن كيفية الدفع به إلى الأمام، ثم أقرأ عليكم تفنيد الأستاذ محمد علي موسى لخطاب المؤامرة الخارجية الذي يتبناه النظام وبعض قوى المعارضة لتبرير فشلهم وإخفاقاتهم. وقتا طيبا ومتابعة مفيدة نرجوها لكم. تبعت حاد والعالوم عاشقلت وقوقة، دبر ابن وعروب عقل حمي حدوقة، لدو ساكرة عقامت عقل مسل شوقة، حياة خبرت قصتها باء ابن وحوسة، نبرت دين السامن تسك وفاء تاريخ حقه وضعافا. تذبحنا بردينا تتبلالس كم قيمة التعسكرة، سلبي يكون عقامة إبراهيم دي بقشة فلا، اقل بحر نقاش يكون لدي شاب أسبت عسكرة، الهيقة دندن والسلك السادس ورار الأبشلة، رور حباب ومحارين ودبر شقة ومبهرة،
رواشينو توتو دبرمان وازهرا اترسو باروت نسحلت ميه ولتقرر الشرارة عقامت يا ريت ابو خليل اقبل ابن كنت فنقلا حق ابراهيم شربكي عجبوتاتنا السابرة عوضينت باتكا وسقانت مجرا امعايتنا تفتلا وجقرنا رببا دملناك عقامت انت مروة طالبا دملناك عقامت انت مروة طالبا افايد بلسع عقامت قوكا هلا ودعافا مثل كهلا دي بنبل بساط اي حد كارفا يا ريت موعي من ودي حق الاسرار لا كفا ريم يعلى ولاده ويحالفها ودعافا ريم يعلى ولاده ويحالفها ودعافا نويد يكون وعيوت لترسك الشدحة أركان قبائل ودعافا لفقرة يبكى الدحا ألمكينا عقامت ودايك لبنك عاطحا ألمكينا عقامت ودايك لبنك عاطحا من ذي الهليل من ذي الهليل من ذي الهليل من ذي الهليل يوم دي بمحضر ويوم دي بمؤتمر يوم دي بمحضر ويوم دي بمؤتمر هالليوت وسقينا الهاجو ونسحل هالليوت بدينا هلينا ونسفلل بدر حسد يكون غبرة لموت حياة سرقوتا إلا مولك النورة لبيت بارس بيت ناتا سايبنا دي سارة سميت أبها وبابا عاطت أنت دي سورة دي مدايم كابرة أسئولة دي تحسني نقولة دي مدايم كابرة أسئولة تحزني نقولة لي مدايم كابرة أسولة تحزني نقولة لي مدايم كابرة أسولة تحزني نقولة لي مدايم كابرة أسولة تحزني نقولة لي مدايم محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. مشاهد إريتريا، النظام وأحواله، والمعارضة وأوضاعها، والأفق المسدود. أقرب ما يثير الأسى النفس هو المشهد الإريتري برمته نظاما ومعارضة، وأكثر ما يثير الأسى النفس أن هذه الأوضاع هي من النوع الذي يقود متى ما جاءت لحظة الانهيار الكبير بالفراق السياسي وعدم وجود قوة أو تحالف قوي ليملأ هذا الفراق، وبالنتيجة هو السير نحو المجهول. وكم من البلدان المتجهة نحو هذا المصير بالقرب منا والحبل على الجرار. النظام
لم يعد أمامه من خيارات يمكن من خلالها أن يحسن الصورة أو أن يبتدع لنفسه طرقا قد تساعد إلى حد ما في إعادة إنتاج نفسه بصورة قد تكون مساعدة لاستمراره. والمعارضة تعاني من مرض مزمن اسمه محلك سر، لا أفق للوعد المنشود، لا جديد نحو معارضة فاعلة. والشعب إلى جانب معاناته الكثيرة والمتعددة يمكن القول إنه فقد البوصلة، فالبيئة التي أوجدها النظام بفعل ممارسات لا حصر لها من الإقصاء والتهميش الكثير من المكونات السياسية والاجتماعية دفعت بفئة كانت قد لفظت منذ زمن طويل لتحيي روح الطائفية والمناطقية وبواقي القبلية وهلم جر من هذه الأيقونات المتخلفة وكأنها الملاذ والخلاص. ورغم إفلاس هذا الخطاب إلا أنه على مدى 25 عاما من الأخطاء الفادحة والحروب الخاسرة والوفرة المباركة من العناصر والقوى الانتهازية القديمة الجديدة أعادت الروح لهذا الخطاب وبحوية ملفتة. والمسألة لا تقتصر على من هم في المهجر، بل إن الوضع في الداخل قد بلغ مستوى يصعب معه تصديقه، وكأن البلد في طريقه ليصبح شظايا. أحيانا يحتار المرء حين يتطلع إلى المشهد السياسي الإريتري من زاوية الناقد المتفحص، فالنظام وبرغم المآسي والويلات التي جلبها لهذا الشعب ولهذه البلاد نجده وقد انقلب في حركة مفاجئة إلى نظاما وطنيا ومدافعا مستميتا للقضايا الوطنية، سيما حين يكون الحديث عن السيادة الوطنية والقرارات الأممية حول أحقية إريتريا والتي تتلكأ إثيوبيا في تنفيذها. ولعل قناعة النظام تكمن أن التشدد في هذه المسألة يضفي الشرعية على كل الممارسات الخاطئة للنظام. والمأساة أن الأمور لا تتسق إطلاقا بين شعب بلغ به الحد إلى الهروب إلى أصقاع العالم وتحمل مخاطر لا حد لها، وبين ممارسات النظام في الدفاع عن السيادة الوطنية وانتهاء سياسة عسكرة المجتمع. كيف يعقل الحديث عن قضايا وطنية تتطلب في حدها الأدنى إجماعا شعبيا، وبين شعبا ما أن يجد فرصة حتى طار هاربا نحو المجهول، وهي حالة من التعبير إن هؤلاء لم يعد يعنيهم لا وطن إسياس ولا قضاياها الوطنية ولا أرضه المسلوبة. أما المعارضة بكل أشكالها ومنطلقاتها مع كل احترامنا لكل مجهود يظهر هنا وهناك، فهي التعبير الأكثر بلاغة للأزمة الإريترية، حين لا يجد الإريتري البائس ملاذا معنويا عند هؤلاء الذين يفترض أن يكون البديل لهذا النظام، فعلى المعارضة السلام. إن المعارضة الإريترية يجب أن تنظر إلى أحوالها وتعالج أمورها وتبتكر لنفسها طرقا ووسائل لتوحيد شتاتها وخطابها السياسي، بدلا من أن تتحفنا باكتشافاتها الفذة بديكتاتورية النظام وطائفيته. إن من محاسن النظام الإريتري إنه من النوع ربي كما خلقتني، فهو يرتكب الأخطاء والحماقات ويخلق المآسي جهارا نهارا، وهو في اعتقاد راسخ إنه على حق والآخرون خونة. ولعل ما قام به أخيرا من إجراءات بحق المسنين الذين فرض عليهم حمل السلاح والقيام بحراسة المدن والمؤسسات الحكومية والمنشآت بضرورة الحصول على التدريب العسكري ومن ثم الالتحاق بوحدات الجيش، مما دفع بهؤلاء بالتمرد والرفض، مع أن جميع هؤلاء يصعب عليهم السير بشكل متكرر بين مقرات أعمالهم ومنازلهم، ناهيك عن تدريب عسكري عنيف. ولعل أجمل ما في الموضوع
إن النظام لم ينسى أن يذكرهم بضرورة جلب مصاريفهم معهم. هذه تصرفات النظام، إنه يفعل ما لم يفعله هتلر في أيامه الأخيرة حين قام بتجنيد المسنين بعد أن تكررت هزائمه، فهو في أحسن الأحوال تحمل مسؤولية رعاياتهم. أما نظامنا فلا خجل ولا عقل، في حين اشتدت مقاومة هؤلاء لقراره تراجع وبسرعة حتى لا تكون شرارة تشعل المنزل كله، القابل أصلا للاشتعال أي لحظة. ولعل أحد نوابق النظام قد أقنع الدكتاتور أنه يمكن أن يكسب المعركة في حربه القادمة بدون إشراك هؤلاء العجائز، ولذا فالنظام ليس بحاجة للتعرية، فقد ولد عاريا وسيموت عاريا. أما أحوال معارضتنا وبتوجهاتها المتنوعة ليست أحسن حالا من النظام نفسه. أحيانا يحار الشخص في تشخيص ماذا تريد. صحيح أن معظم الذين يتصدرون مشهد وقيادة تنظيمات المعارضة قد جاءوا من تجارب قديمة، يحملون هموم وعقد هذه التجارب، وهم لا يبخلون في إسقاط هذه الأمور على الحالة الراهنة، بل إن معظم الأحكام التي تحكم مواقفهم تكون بشكل أو بآخر تحت تأثير هذه العوامل إلى جانب عوامل أخرى مستجدة. أحيانا يخيل للمرء إن القصور السياسي في وعي هذه المعارضات سببا رئيسيا في هذه الملهى التي نعيشها. وحين تنظر إلى الإنجازات التي تحققها بعض المنظمات الحقوقية والمدنية المحسوبة على المعارضة تشعر بالفخر ومن الإمكانيات والطاقات الكامنة. هذه الإمكانات متى ما توحدت سوف تصنع معجزة، ليس في إسقاط النظام فحسب، بل أيضا في سياقة مستقبل هذا الشعب بعد هذا العناء الطويل. لكن الأمر كله مرهون بالإطار السياسي الجامع والمحدد سياسيا والمتفق عليه بعقد اجتماعي لا ينفصم، عنوانه الأساسي إسقاط النظام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية والمواطنة المتساوية واحترام الخصوصيات الثقافية لكل المجموعات العرقية والدينية. هل هذه المطالب تمثل مشكلة نحو إجماع هذه المعارضة؟ من البديهي أن هذه العناوين الكبيرة تحمل من التفاصيل الكثير من المسائل الخلافية، ولكن أليس ثراء التجربة الإريترية أبان الكفاح المسلح كفيل بإنارة الطريق لتجاوز هذه المعضلة؟ إنه لمن المخزي والعار الذي لا يمكن تحمله أن تجد تجمعات هنا وهناك تلجأ إلى كل الوسائل المتخلفة في الواقع الاجتماعي، لا أدري في تأكيد ماذا، وطن في طريقه إلى الضياع، وجماعات قبلية ومناطقية ودينية تجاهر بحثا عن دور، وشعب يسحق. أي مهزلة هذه! لم يعد أمام الإريتريون لا الوقت ولا الزمن للاستمرار في هذا العبث. أما أن نكون أو لا نكون، ودعوا الشعب يقرر، وتحديدا الشعب في الداخل. وللحديث بقية حول الدور الإثيوبي والفراق السياسي المحتمل والثمن الباهظ. أحمد القيسي. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية.
Aquel catete, darbaru kumbita koto, baso koto na hardugai, saganaga baru. Asoro kerai, arakalai, asoro kerai, arakalai, asoro kerai, arakalai, asoro kerai, aquel kumbay. Mane mane mane, ana tutu.
صوت المنتدى. لولا الغيوم لما استمتعنا بأشعة الشمس. الدفع بالحراك الشعبي. الحراك الشعبي في داخل الوطن أطلق العنان للآمال التي كادت أن تتلاشى لعقم الفعل المعارض خارجه، وارتسمت معالم هذا الحراك بدخول عوامل أخرى دفعت به إلى واجهة الأحداث، والتي تمثلت في الرفض الشعبي الواضح لنداءات النظام الهادفة لالتحاق المجندين في الخدمة الوطنية إلى وحداتهم، والاختراقات التي حدثت لأجهزة النظام الأمنية والتي أفضت إلى كسر حاجز الخوف وسلاسة توارد المعلومات بين الحراكين الشبابيين في الداخل والخارج، وكذا الضغط الدولي الذي أفرد مساحة معتبرة لمسألة حقوق الإنسان منذ تشكيل لجنة تقصي الحقائق في نهاية يونيو الماضي. عناصر ثلاثة أدت إذن إلى تحريك ما كان راكدا، وهكذا تستمر الثورة باستمرار الحراك وتتحقق الأهداف غلابة وليس بمجرد المطالبة بها. وهناك فرق بين التظاهر والاحتجاج والثورة التي تحقق الأهداف التي تبدو للبعض بعيدة المنال لتجاوز حالة القصور لدى الفصائل التي اكتفت بشعار إسقاط النظام دون إقرانه بالعمل المؤثر والفعال. فالمطلوب هو تفادي إهمال الدفع بطاقة مئات الآلاف من إريتريي الشتات، وبالتالي الدفع بالحراك الشبابي في الخارج والداخل للتعجيل بإسقاط النظام، والانخراط في الحراك الشعبي والشبابي لرسم قيادة المستقبل للشعب الإريتري من الآن. قراءة تعلن أن الحراك يفتح آفاقاً وعوامل جديدة دون الحاجة لرائد أو قائد أو زعيم، فالحدث لم يكن صنيع النخب أو الأحزاب بمختلف أدولياتها، بل ثمرة من ثمار العولمة بحداثتها وهوياتها وأزمنتها المتسارعة، ما أنجب حراكاً يعد ابناً شرعياً للعصر بشبكاته العنكبوتية وإعلامه الرقمي. تحليل يقود إلى أن ما يقدمه الناشطون في الساحات والميادين المختلفة سيخلق نموذجاً متقدماً في العمل السياسي الديمقراطي لا علاقة له بالنماذج العتيقة قلباً وقالباً. فهذه التجربة ستجعل الناس يتوقفون عند المتناقضات ويوفقون في الجمع بينها في إطار يستوعب الجميع دون استبعاد أي طرف، في مشاهد نحسبها اليوم من نسج الخيال. فحينئذ ستلتصق أدرع الكبار بأكتاف الشباب في عقر دار النظام ووسط أجهزته الأمنية القمعية للانقضاض عليه ورميه في مزبلة التاريخ. إن عزوف الشباب وضعف الثقة بالتنظيمات والأحزاب السياسية التي طالما خيبت آمال الشعب بما فيهم الشباب دفعهم للتفكير والتحرك الذاتي وإيجاد منبر خاص بهم، ونجد اليوم مجموعات تتخذ شكل ما يسمى بالحراك الشبابي. إن الحراك الشبابي كظاهرة اجتماعية حديثة يشهدها المجتمع الإريتري يأتي نتاجاً لتراكمات تاريخية، اجتماعية، ثقافية، سياسية، اقتصادية ونفسية، وقطعاً ستسهم في تعزيز الديمقراطية وثقافة الانتخاب والمشاركة في العمل السياسي على مستوى الأفراد أنفسهم وعلى مستوى الجماعات أي المجتمع ككل، وكذا تحريك وإنجاح المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام عن طريق الضغط الشعبي سواء في الشوارع أو من خلال النشاط الإلكتروني مستقبلاً، وبالتالي دعم القرارات الوطنية التي تصب في المصلحة العامة. بعض المتغيرات السياسية كالانقسام الذي تشهده الساحة السياسية الإريترية شكل أزمة سياسية نتج عنه تعدد للمنابر وشلل تام في العمل المعارض، بل سعى البعض بنظرة سياسية قاصرة إلى إفشال وإجهاض الحراك الشبابي في مهده، وذلك بنسخ الاختلافات التي حدثت في جسم التنظيمات السياسية وإسقاطها فيه، مما أدى إلى غياب البرنامج التنفيذي الموحد للحراك الشبابي والذي نتج عنه
تعدد الحراكات الشبابية. وفي نفس الوقت تساهم المتغيرات الثقافية في تعبئة الرأي العام ونشر الثقافة السياسية والوطنية الإريترية، وبالتالي فإن المتغيرات التي حدثت في العقدين الأخيرين في إريتريا تعد استكمالاً لسلسلة متغيرات تاريخية ثقافية اجتماعية سياسية سابقة ساهمت في إيصال الحراك الشبابي بصورته الحالية، وإن استمرار المتغيرات السياسية والثقافية في المجتمع الإريتري ستؤدي بالضرورة إلى تغيير في الحراك، وهذا التغير يتمثل بنضوجه، ولكن ليس حالياً، إنما في مرحلة لاحقة مع ضرورة صياغة أيديولوجية خاصة بالحراك، لأن القوة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأيديولوجية. من هنا يمكن الحديث عن 3 مراحل يمر بها الحراك الشبابي الإريتري. المرحلة الأولى تمثل النقطة التي ارتقت حولها الرغبة المشتركة في إحداث تغيير منظم جوهري ومصيري في قضية إسقاط النظام، وفي بداية هذه المرحلة توحد الشباب. المرحلة الثانية أتت في نهاية المرحلة الأولى، وشهدت انشقاقات داخل صفوف الحراك الواحد، وولدت منه عدة حراكات شبابية، كل منها يقوم بفاعلية خاصة قلما يحدث تنسيق بينها، أي تكون بشكل عشوائي، وحتى وإن كانت هذه الفعاليات الفردية تصب في بوتقة واحدة، إلا أنها دليل على عدم انتظام وتنسيق ووعي بأهمية الوحدة ورص الصفوف الحركي، وأن هذه الفعاليات المهمة والتي تنم عن جهود فكرية وجماعية داخل أفراد الحراك الواحد، ورغم الصورة السلبية التي تتركها لدى المتابع، إلا أن مجموعها يضفي خصوصية وشيء ما على الحراك. المرحلة الثالثة أي مرحلة النضوج، وهي مرحلة ترتبط بالوعي الذي يصل لدرجة الإحساس بأن فردية العمل في أي حراك أو تجمع شبابي لا يحقق النتيجة المرجوة التي تصب مباشرة في مصلحة الوطن. هي مرحلة ترتبط بالخبرة والنقد وبغطف الثمار، حين يسأل أصحاب الحراك أنفسهم: ماذا قدمنا؟ وما النتيجة؟ وأين الخلل؟ فهي مرحلة لتصحيح خط السير والعمل، وفيها تتوحد جميع الحركات الشبابية تحت مسمى واحد يجمعها الحراك الشبابي، وهي مرحلة تمر بها الحركات الشبابية الإريترية في هذه الآونة، حيث نسمع عن بدء التنسيق بينها هنا وهناك، وكان من نتاجه الحراك الشبابي الداخلي والمد الشعبي الذي بدأت معالمه تتبلور تدريجيا. لا شك في أن الشباب الإريتري الذي ضرب أبلغ الأمثلة في نكران الذات والفداء والجسارة هو القطاع الأكثر حضورا وفعالية تاريخيا في العمل الوطني الإريتري، وقد كانت مرحلتي قبل التحرير وبعدها هي التجسيد الأبرز لهذه الحقيقة، إلا أن المشاركة الشبابية الفاعلة في إطار الحركة الوطنية تاريخيا أيضا كانت مشاركة مؤطرة في بنية سياسية تنظيمية تختلف نوعيا عن هذه السائدة في واقعنا الحالي، والتي يسعى الحراك الشبابي للتمايز عنها. إن التجربة التاريخية بهذا المعنى تقدم لنا القليل للإفادة منه على صعيد عملية الحشد والتنظيم الشبابي في الواقع الإريتري الراهن، الذي يطرح تحديات موضوعية وذاتية على الحراك تجاوزها ليتمكن من تقديم نفسه كقوة اجتماعية سياسية رائدة. ما تبقى إذن هو إن إدراك الحراك الشبابي الإريتري لواقعه ومهماته هو المقدمة الأولى لتحويله إلى فعل جماعي منظم ومؤثر يمكن أن يشكل القوة الدافعة للحراك الاجتماعي الشامل. يتحتم بهذا المعنى على الحراك الشبابي رؤية البعد الحركي الاجتماعي في أهدافه وغاياته، أي شمولية الفعل المنظم للارتقاء بالحراك من حيث قدرته على تجسيد حالة تتماهى معها أغلبية الشباب الإريتري، وتظهر المتغيرات الآنية توافر درجة متقدمة من الإدراك للشبابي لطبيعة التحديات الوطنية السياسية الاجتماعية التي تواجه الشعب الإريتري،
والشباب الإريتري بشكل خاص، إلا أن طرح أجندات كبرى تتعدى قدرات الحراك الشبابي في المرحلة الراهنة قد يكون لها انعكاسات محبطة، وهذا يتطلب أولاً تحديد الأولويات، أي مواجهة النظام أم تحقيق المصالحة الوطنية. هل المهمات الاقتصادية الاجتماعية أم السياسية والوطنية، أم إيجاد صيغ كفاحية تدمج بين هذه المهام؟ هذه مهمة تتسم بالتعقيد وتتطلب فتح حوار شامل حول المهام الآنية، وتلك بعيدة المدى مع ممثلي الشباب الإريتري في جميع أماكن وجوده، وقد لا يبدو ذلك متاحا في ظل الواقع التنظيمي الراهن للحراك، فهو من التفكك التنظيمي بمكان مما يحول دون قدرته على طرح مغاربة استراتيجية شاملة للقضايا الإريترية التي ساهم النظام في صعوبتها. إلا أن الحراك الشعبي الذي بدأت أوتاره تصم أذان النظام القمعي في أسمرة قد يسهل من تنفيذه في أسرع الأجال، وذلك بتفاعل الحراك الشبابي بالخارج مع المتغيرات التي بدأت تشكل لحراك شعبي عارم بالداخل. وكما يقال: لولا الغيوم لما استمتعنا بالشمس، علينا مد جسر التواصل مع الداخل ورص الصفوف لمؤازرة المد الشعبي الذي سيبدد الغيوم ويعيد للكرامة الإريترية هيبتها ولعزتنا قدسيتها. ولك المجد يا شعبي يا قاهر الظلام.
يأتي زحفنا يأتي زحفنا يأتي زحفنا يأتي زحفنا يأتي نشكر كل الحضور، نتشرف بكم كثيرا، نتمنى أن نراكم في أقل من العام القادم. أنتم شرفتمونا كثيرا، نحن من دونكم لا نسوي شيئا. التحية والتجلة لهذا الشعب المصري العظيم، أنتم شعب عظيم، نحن من دونكم لا نسوي شيئا. شكرا جزيلا لكم أن تكبدتم مشاق السفر من أجلنا. نتمنى أن نتقابل العام القادم هناك في عاصمتنا الجميلة أسمرة. التحية والتجلة لكل الأخوة. وفي الختام نحبه شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صوت المنتدى. النظام وبعض قوى المعارضة وذهنية المؤامرة الخارجية تستهدف الوطن. كلما ازداد الشعب الإريتري وعيا بماهية العصابة الحاكمة في بلادنا، نجد النظام الحاكم يردد دون ملل البيان القائل: المؤامرة الخارجية تستهدف الوطن. آخر تصريح حول نظرية المؤامرة على الوطن هو ذلك الذي أدلى به سفير إسياس أفورقي لدى الأمم المتحدة السيد جرما أسمروف. لهذا نود أن نفند بشكل أعمق الخلفية الاستراتيجية لهذا الخطاب، سواء بمعسكر الديكتاتورية أو بمعسكر قوى التغيير الديمقراطي. إن مناعة المجتمعات وقدرتها على تجاوز التخلف من داخلها هما خط الدفاع الأول أمام الاختراق الخارجي، وهذا لا يغفل ولا يهمل دور الآخر الأجنبي في تكريس سياسات الوهن في المجتمعات ودفعها للتكيف والتقزم. فكلما انطوت الأحداث على تغييرات ذات طبيعة دراماتيكية وتضافرت فيها عوامل متداخلة وخلفت آثارا عميقة، أصبح بعض الأفراد والجماعات أكثر قابلية واستعداد لتبني تفسيرات تآمرية لا عقلانية للأحداث، في محاولة منهم إما لتبرئة الذات وإلقاء التهمة على الآخرين، أو لعدم الإلمام بالعوامل المعقدة داخل الواقع، أو حتى للتعبير عن مصالحهم المضادة لعملية التغيير. ولذا تمثل مرحلة الكفاح ضد الاستبداد وما يتبعها من تفاعلات في المراحل الانتقالية بيئة خصبة لتصاعد القابلية للتفكير التآمري وتوظيفه من كافة الأطراف المشتبكة مع عملية التغيير، سواء كانوا أفراد أو جماعات أو سلطة، كل بحسب نظرته لعملية التغيير ومدى توافقها مع مصالحه أو تصوراته حول ما يمكن أن تؤول إليه. عادة في مرحلة ما قبل التحولات الكبرى تسعى الأنظمة القمعية الاستبدادية وبعض قوى المعارضة لتوظيف متصاعد للخطاب التآمري بحسب ما يتفق مع مصالحها وهواها السياسي والأيديولوجي. فالنظام الدكتاتوري الحاكم في بلادنا تبنى خطاب المؤامرة الأمريكية الإثيوبية منذ وقت ليس بالقصير، مخفيا ومتجاهلا علاقته السابقة والوطيدة معهما، ومستثمرا في النفسية الإريترية التي عانت في السابق من هذه الجهات وتجير هذا المخزون السيء لصالحه. فعلى خلفية كل ذلك نجد النظام الحاكم يصعد بيان المؤامرة الخارجية. فالنظام القمعي الدموي الممسك بتلابيب بلادنا يتبنى خطاب نظرية المؤامرة، ويختزل ويبسط المعارضة في مجرد مؤامرة خارجية لتفكيك الوطن وإثارة النزاعات الطائفية والمذهبية،
مستدلا على ذلك ببعض المشاهد من الواقع المعاش للمعارضة الإريترية، متجاهلا أن الواقع المزري الذي يعيشه الوطن والمواطن هو بدرجة أساسية نتاج لسياساته المتراكمة لسنوات عجاف من استشراء الظلم والفساد والاستبداد والإفقار طالت غالبية شرائح المجتمع. والمحزن حقا أن يردد البعض ذات البيان المغرض للنظام دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التفكير، أو لأنهم أسرى لمصلحة خاصة أو مخاوف متوهمة. في المقابل نجد بعض القوى المنسوبة لمعسكر المعارضة الإريترية ليست معصومة هي الأخرى من تبني الخطاب التآمري على خلفية تعثرها في أطروحاتها أو ممارساتها من جهة، وتجاهلها واقع الوطن الإريتري في ظل سياسات الاستبداد السياسي والتهميش الاجتماعي والتبعية للحاكم الفرد، رغم تكشف نتائج تلك السياسات المدمرة على الوطن والمواطن. في هذه المرحلة يتنامى الوعي السياسي والاجتماعي لدى الشعب، وتتراجع الثقة بإدارة الدولة الجامعة وبرغبة كل قطاع اجتماعي للمطالبة بحقوقه، وضعف قبضة الدولة البوليسية في مواجهة تصاعد ثورة الحقوق من كافة شرائح المجتمع، وأن مآلات العمل المعارض تخضع برمتها لطبيعة الخصوصيات المجتمعية وخبرات القوى السياسية في كل دولة على حدة. لهذا من الضرورة بمكان أن تتهيأ قوى المعارضة لاستيعاب استحقاقات هذه المرحلة التاريخية. كما أشرنا إلى أن توظيف الخطاب التآمري لا يتوقف على سلطة الاستبداد فحسب، بل ينسحب الأمر على بعض قوى المعارضة الإريترية. ففي هذه الأجواء التي تتعزز فيها القابلية لخطاب المؤامرة، ينخرط البعض في نشر أحكام اختزالية من قبيل كل من هو من هذه المجموعة أو تلك هو متآمر وفاسد وإقصائي، وكل من ناضل في هذا التنظيم أو ذاك متآمر وفاسد وإقصائي. هكذا خطاب يؤدي إلى تعمق الكراهية الرأسية في جسد المجتمع، فتتنازع المجتمع معارك شتى تلهيه عن معركته الأساسية مع الدكتاتورية. والمستفيد الأوحد من هذا قطعا هو النظام الحاكم في أسمرة. متبنو البيان التآمري هنا وهناك يعولون على الذاكرة الشعبية المتخمة بالقهر والتفسير الغيبي للفشل، فبالتالي تهيأ الذهنية للتفسيرات التآمرية على قاعدة ثقافة التجهيل والاتكالية التي عادة ما تعلق عوامل كبوتها وشروط نهضتها على الآخر أكثر من الاعتراف بعيوب الذات، وتهمل عملية الأخذ بمسببات القوة والضعف التي تتحكم في التفاعلات بين الدول المجتمعات أو حتى بين المكونات الاجتماعية للوطن الواحد. عادة ما تقع الأطراف السياسية والمجتمعية في مرحلة النضال ضد ركائز دولة الاستبداد في خطأ مشترك، فكل طرف نتيجة الانقلاق التاريخي والتمترس خلف مقولاته وسياساته بات لا يملك القدر الكافي من تفهم مصالح وتوجهات الآخرين، حيث يتصور أنه يملك الحق وما عداه باطل، مع أن الظاهرة السياسية والمجتمعية نسبية وغير مطلقة، وتقبل منطق أن يصبح الكل فائزا. لهذا على قوى المعارضة الإريترية الحادبة على دولة العدل عليها أن تعي معطيات وطبيعة المرحلة وتعالجها بعلمية مستفيدة من تجاربها والتجارب المماثلة لتجاوز حالة تعثر جهود توحيدها عبر خطاب توافقي لا تآمري. بقلم الأستاذ محمد علي موسى. فلا السجن فلا السجن ولا السجان بار، أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان بار، أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن ولا السجان بار، أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان بار، وإذا الفجر جناحان يرفان عليك
الصبح فلا السجن ولا السجن ولا السجان بان. أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان بان. أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان بان. وإذا الفجر جناحان يردفان علي أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان باقي. أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان باقي. لا أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان باقي. أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن وإذا الفجر جناحان يرفان علي الحزن الذي كحل هاتيك المآقي. وإذا الحزن الذي كحل هاتيك المآقي والذي شد وثاقا بوثاقي الذي بعثرنا في كل وادي فرحة من كل قلب يا بلادي. كل قلب يا بلادي من كل قلب يا بلادي. كل قلب يا بلادي من كل قلب يا بلادي. أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا. أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا. تقادير البطولات بجيل التضحيات. تقادير البطولات التقى كل شهيد قهر الظلم ومات. بشهيد لم يزل يبصر في الأرض حضور الذكريات أبدا. كل شهيد قهر الظلم ومات. شهيد قهر الظلم ومات. كل شهيد قهر الظلم ومات. بشهيد لم يزل يبصر في الأرض بذور الذكريات أبدا ما انتهيت. دفننا يوما علينا بالذي أصبح شمسا في يديه. أبدا ما هد يا سوداننا يوما علينا. أصبح شمسا في يدينا. أبدا ما هد يا سوداننا يوما علينا. الذي أصبح شمسا في يدينا.
نورا تعدو به الريح فتختانا هوينا يا بلادي كل قلب يا بلادي من كل قلب يا بلادي من كل قلب يا بلادي كل قلب يا بلادي من كل قلب يا بلادي من كل قلب يا بلادي أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن ولا السجان بات أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان باقي أصبح الصبح فلا السجن ولا السجن ولا السجان بات أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان باقي إلى الفجر جناحان يرفان عليك صوت المنتدى. بهذا نصل وإياكم إلى ختام ساعتنا لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، وحتى اللقاء في ساعة جديدة. ابقوا بخير وفي أمان الله.